أيوه. الو الو الو. صوت مسموع، صوت مسموع، بس احنا بنعمل نشر على الفيسبوك. هو بيقول لك تروح الفيسبوك قول له جود تروح، بس دي مش مشكله. وحد كان بيشتكي من اللحمه ما بتستويش، معاه بتقعد ب3 ساعات على النار. قلنا له يعمل ايه وشرحنا له الكلام ده بالتفصيل. وجينا اتكلمنا على الصوصات وقلنا الاول نقول لكم يعني ايه صوصات. مهم جدا. الصوص عباره عن ايه؟ خليط سائل، خليط سائل سخن من اللحوم والدواجن والاسماك، وده بيكسب طعم ومذاق، بيغير طعم الحاجه اللي احنا هنضيف عليها الصوص، بيديها طعم ومذاق يختلف وطعم يبقى كويس. ونضيف عليها في مكونات بتضاف للصوصات دي اللي هي عوامل تكثيف زي النكهات والتوابل. الحاجات دي كلها بتدي طعم للحمه او طعم الفراخ او طعم الاسماك. يبقى الصوص عباره عن سائل دهني من خلائط، من خلائط يعني فراخ على سمك على لحوم على كل الحاجات دي كلها. طيب واتكلمنا قلنا الصوصات البيضاء، قلنا الوايت صوص، وقلنا البشاميل، وقلنا الكريمي صوص، وقلنا صوص الكاري، وقلنا الصوصات البارده زي الهولنديز، وقلنا صوصات زي الراديش صوص الفلفل الاحمر، وقلنا البوليتيه، وشرحنا الكلام ده كله امبارح بالتفصيل. واتكلمنا عن الصوصات المستخرجه من الزبده، وقلنا ايه هي زبده الانشوجه والثوم والريحان والكولبير والمترولتين وزبده البيرسي والستيلز باتر. واتكلمنا على البلو باتر، واتكلمنا على البلاك باتر والبراون باتر. اتكلمنا عن كل الحاجات الصوصات المستخرجه من الزبده. واتكلمنا عن الصوص البني وقلنا انواعه ايه. قلنا الامريكان صوص والبرتغيز والبراون صوص. قلنا ايه هو البراون صوص، وقلنا البرتغيز. اتكلمنا عن الحاجات دي امبارح بالتفصيل، صح كده؟ وجينا اتكلمنا على حاجه قلنا يعني جينا نخش بقى نتكلم بقى عن الديمي جلاس. قلنا امبارح الديمي جلاس البودر عباره عن ايه؟ الديمي جلاس البودر عباره عن بيون لحمه او فراخ او ستوك لحمه او ستوك فراخ، خلاص، وبيبقى تقيل شويه، وبنضيف له اللون. والبيون ده بنربطه بالدقيق والزبده، وزبده وزيت ودقيق، ونسيبه لما يغلي ولحد ما يبقى كثيف كده، ونسيبه لما يبرد، ونضيف له زي ما قلنا اللون البني، ونعمل له عمليه هدرجه حتى يصبح لونه ايه بني ويصبح فلاور، يبقى دقيق. عمليه هدرجه دي بتتعمل زي ما بنعمل لبن البودره والحاجات البودره، وزي دقيق الرز والحاجات دي كلها، او زي الدقيق بتاعنا بيبقى عامل ازاي. ده كله احنا بنعمله مع البودره اللون البني. لما نضيفه للون الفراخ ولا لون اللحمه هيديني اللون البني، وبنقول عليه ديمي جلاس، باودر ديمي جلاس. بس انا بنصح انه ما حدش يعني يستعمله، او استعملوه انتوا حرين، بس النصيحه انه ما حدش يستعمله لانه سهل انك تعمل ديمي جلاس في البيت يعني. كده قلنا عاوزين نعمل بقى ايه؟ عاوزين نقسم الصوصات دي كده تقسيمه حلوه قوي قوي وكل الناس تبقى عارفاها. هنقول ايه مثلا؟ هنقول انواع الصوصات اللي احنا ممكن نقدمها مع السندوتشات. سندوتشات بقى هنخش ازاي هنقدم مع اللحمه ايه والفراخ ايه والسمك ايه وايه اشهر الصوصات. نبدا بالصوصات اللي تقدم مع السندوتشات، زي صوص سيزر سلطه. هل ممكن اقدمه مع سندوتش؟ ده هيبقى جميل في السندوتش. يعني لما تبقى عامل سندوتش فراخ وتحط عليه معلقتين 3 سيزر، لا يبقى حاجه تاني تحفه مثلا. طيب في ايه تاني؟ كوكتيل صوص. الكوكتيل صوص بيمشي مع السندوتشات كتير. زي ما انت بتبص تلاقي راجل بيعمل لك سندوتش الشاورما، بيحط لك مايونيز وبيحط لك كاتشب وبيحط لك مستردة، هو ده صوص كوكتيل. يقعد يحط لك بقى ويعمل لك خيوط ويعمل لك حركات كده وبتاع، وانت تبقى واقف مشكح، هو ده صوص كوكتيل. طيب
ايه تاني؟ صلصه القدوس. القدوس دي بتمشي طبعا مع السندوتشات. اي سندوتشات لحمه، اي سندوتشات فراخ، ممكن عليها سلطه حلوه جدا جدا. هي عباره عن سلطه ايه؟ سلطه قدوس، ده خضار. وسلطه جميله جدا، وبتقدم مع المندي، ومن اشهر السلطات بتقدم مع المندي. صوص العسل والخردل، بيتقدم صوص العسل والخردل مع بعض، معلقتين كده على الساندوتش، بيديك طعم كويس جدا جدا، وبيغير طعم الساندوتش خالص. دي اشهر انواع اللي بتقدم الصوصات اللي بتتقدم مع الساندوتشات. في صوصات بتبقى انترناشونال، بتبقى معروفه على مستوى الفنادق والمطاعم، وعلى اي مكان بيقدم صوصات. دي من اشهر انواع الصوصات للحوم، اللحوم بالذات. اللحوم بالذات بتاخد ايه؟ الصوص البني ده اساس في اللحوم. الصوص البني اساس في اي لحم، خلاص، او سمك او جمبري او اي حاجه. الصوص البني مع الاضافات اللي هنضيفها بيختلف الاسم. المشروم صوص، المشروم صوص بيمشي مع اللحمه، مع البيكاتا، مع الفراخ، مع كل حاجه. طب صوص الباربيكيو، ده صوص الباربيكيو ده بيمشي على منيت. يعني لما تبقى انت عامله حفله وعامله باربيكيو سوا، بيبقى عندك صوص الباربيكيو على طول بيطلع مع الفراخ المشويه ومع اللحمه المشويه وكل حاجه تاني. صوص الجبنه الشيدر بتطلع مع السندوتشات، وبتطلع مع حاجات جديده كتيره قوي قوي. الشيدر صوص دي بتطلع مع الفراخ بالذات، وخصوصا الفراخ البانيه. طب العسل بالمستردة ده صوص حلو جدا جدا الحقيقه، برضو محبوب للحمه ومحبوب للفراخ، وخصوصا الاسماك اللي هو المستردة مع العسل. وصوص البوافر طبعا بيمشي مع الفيليه، بيمشي مع الانتركوت، مع الرامب ستيك، مع التيبون ستيك، يمشي مع كل حاجه بنقول عليها ستيك تمشي مع البوافر، اللي هو صوص الفلفل الاسود. دلوقتي ما عادش حد بيستعمل الفلفل الاسود، في فلفل دلوقتي اخضر بيبقى موجود في علب كده، حبه صغيره تبقى عامله زي حب العزيز، هو ده اللي ماشي دلوقتي في السوق. لكن ما زالت الناس بتستعمل الفلفل الاسود، بتجرشه، ما يكونش ناعم، بيبقى مجروش، فلفل اسود مجروش، او الفلفل الاخضر اللي احنا بنقول عليه. يبقى قلنا دلوقتي انواع الصلصات اللي بتتقدم مع السندوتشات، وقلنا اشهر انواع الصوصات اللي بتقدم مع السندوتشات، واشهر انواع الصوصات اللي بتقدم مع اللحوم والاسماك والجمبري والفراخ. كويس جدا جدا، عظيم. طيب، عاوز اقول حاجه. انا صوص الباربيكيو. الباربيكيو ناس كتيره بتسال صوص الباربيكيو ده واخد شهره. طب حد يقول لنا ايه مكوناته، او ايه الريسبي بتاعه عشان اعمل صوص باربيكيو ستاندر يعني؟ هو سهل جدا. اولا لازم اجيب الطماطم افرمها ناعم ونعمها، افرمها ونعمها. طب شوف، افرمها ونعمها في خلاط؟ لا لا لا، استعمل السكينه. يعني اجيب الطماطم، اشيل القشره بتاعتها واشيل البذر بتاعها، وابدا اخدها كده بالسكينه، اقطعها لحد ما انعمها بالسكينه. يبقى نمره واحد طماطم مفرومه ناعمه فريش طازه. عاوز اقول يعني سميها طماطم كاسيه، ماشي، سميها طماطم كاسيه، خلاص. طيب تاني حاجه، طماطم بيور، صلصه طماطم اللي هو المعجون الطماطم، صلصه الطماطم. طيب تالت حاجه بصل. البصل يبقى شرايح، معمول سلايسز. بصل شرايح سلايسز، ما هوش ناعم ولا كيوبس، لا، سلايسز، شرايح. ايه تاني يا شيف؟ توم. اجيب التوم واهرسه بقى، انعم التومه، ادوس عليها كده بالسكينه وابدا انعم التومه. وبعدين مهم جدا. ماشي، عايز توقفنا عند نعم يا لف عادي. فندم. الو، اتفضل. الو، مين معايا؟ الو، الو، كيف؟ براون شوجر، السكر البني، السكر البني. بضيف له المستردة، مستردة، زيت زيتون، زيت زيتون. فلفل حار، فلفل لازم يكون حار.
بقدونس مفروم، وزيت الزيتون. دي مكونات صوص الباربيكيو الانترناشونال الدولي. اللي الباربيكيو بيتعمل طبعا بيبقى مهم جدا، والصوص ده بيتعمل دايما في البوفيهات اللي بتبقى مفتوحه وفيها كوكينج لايف. الشوايه يطلع الشوايه بالفراخ او اللحمه وعليها صوص الباربيكيو. حتى يقول لك النهارده عندنا باربيكيو، يعني كل اللحوم اللي هتبقى موجوده هتستعمل فيها صوص الباربيكيو. خلاص. في مصطلح ثاني للباربيكيو يقول لك الباربيكيو يعني بوفيه كله مشويات. ماشي، كله مشويات، بس ما دام قلت عليه باربيكيو لازم استعمل صوص الباربيكيو. خلاص. حد عاوز اي سؤال في صوص الباربيكيو؟ حد معانا؟ طيب، حد السلام عليكم سمعنا؟ شيف. اهلا، سلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيف؟ نصيحتك عامل ايه؟ عاد اتفضل. معلش شيف، هو دلوقتي حضرتك ذكرت يعني ان صوص الباربيكيو لما بيبقى فيه اي يعني في احنا في فندق ولا في حاجه، فاحنا بنقول مثلا على حمام السباحه عندنا دايما بيبقى الباربيكيو. نعم عندنا الباربيكيو صوص اللي هو الموجود، او اللي هو مثلا الصوص الام الموجود عندنا في المكان. طب ايه السبب شيف اللي هو خلى صوص الباربيكيو متمكن جدا مع اللحوم؟ هقول لك ليه بقى. محتوياته، يعني محتوي يعني لما يبقى زيت زيتون ومستردة وسكر بني وتوم مهروس وطماطم بوريه وطماطم فريش، خلي بالك، وبعدين ايه تاني؟ فلفل حار. خلاص. وبعدين بقدونس مفروم. في كل حاجه. عشان كده هو يعني مش زي اي صوص، لا، يعني في صوصات كتيره هنذكرها دلوقتي ما فيهاش المكونات دي كلها، وعشان كده بيطلق عليه الباربيكيو. وهو خلي بالك صوص الباربيكيو ده اصلا، يعني في الاصل الباربيكيو ده اصلا يعني الناس اختلفت فيه. يقول لك الهنود هم اساس صوص الباربيكيو، عشان دايما بيعملوا التكه بصوص الباربيكيو، واي حاجه بيعملها الهنود بيشتغل بصوص الباربيكيو. الناس تقول لك ده صوص امريكاني، يعني بيستعمل الامريكاني. طب الامريكان بيستعمل ايه؟ الامريكان همبرجر يا فيش اند شيبس يعني، لكن هو في الغالب يعني هو المنشأ بتاعه في الغالب كده يعني. بس فعشان مكوناته دي كلها يا شيف بيبقى صوص مفضل والناس بتحبه، لانه بيبقى حراق، في فلفل حامي وفي توم وفي بصل وفي سكر وفي مستردة وزيت وخل وليمون. لا، بيبقى حاجة عالية جدا، عالية عالية عالية. والفلفل الأسود بيبقى موجود فيه. لا، عالي عالي، صوص عالي فعلا. هو صوص عالي فعلا زي ما انت بتقول. خلصنا صوص الباربيكيو. احنا قلنا الصوص البني، قلنا هو عبارة عن ايه وشرحناه. متهيألي احنا قلنا الصوص البني عبارة عن ايه وشرحناه. الصوص البني هو الرمياج، هو الجو، هو الجلاس ديفيان. الثلاثة دول يطلقوا على صوص البني. قلنا احنا اذا كان العظم والجلد والشغف وتشفيط اللحوم، ونبدا يغلي الحاجات دي كلها، والبصل، ونرمي معاه البوكيه جرنيه، البصل والكرفس والثوم الفريش والطماطم وصلصه الطماطم، كل ده، وفي الاخر نبدا نصفيه. يبقى ده اللي عندي البراون صوص. البراون صوص ده بقى ابدا انا اشتغل بيه. لو انا ربطته وهو براون صوص هيبقى ديمي جلاس. انا مش عاوز اربطه، اخليه صوص لوحده، استعمله صوص لوحده. خلاص. اضيف معاه اضافات. ممكن اضيف الصوص، اضيفه مره على البشاميل، اضيفه مره على اعمل منه المورنيه، اضيفه على اي حاجه. البراون صوص يبقى الاساس هو البراون صوص. يعني لما حد يقول لك اساس الديمجلاسي تقول له البراون صوص. يقول لك البراون صوص ده جاي منين؟ تقول له ده جاي من الجلاس ديفيان، او الجو، او الجلاس ديفيان، او الرمياج. الثلاثه دول بيديني براون صوص، اربطه يبقى ديمجلاس. افتكر واضحه جدا. انا طبعا في شيفات كبار اكيد سامعيني وعارفين الكلام ده ايه، مش عشان انا شغلتي كسلسيري، لا، بس كنت سلسيري يعني. لكن هو ده التسلسل بتاع البراونسوس. طيب، خلصنا ده. طيب تعالى نتكلم على ايه
نتكلم على الديمي جلاس بقى. يعني تعال نتكلم بقى على الديمي جلاس الانترناشونال. انا قلته، انتوا معايا؟ انا قلت على الفيسبوك. حبيبي شوف احمد صادق حبيبي يا كبير، وحشني يا ابن عمي. والله انا زعلان منك، يعني ابعت لك في رسائل ما تردش عليا وما اعرفش اخبارك. وحشني يا شيخ احمد يا صادق يا قريب يا ابن عمي، وحشني والله. اهلا شيخ علي بدران، مساء الخير يا شيخ علي. مساء الخير يا حبيبي، ده انت اللي منور، وانا سعيد بمتابعتكم وسعيد بمشاهدتكم والمتابعه. شيخ سحر محمود، اختي وصديقتي الغاليه عليا وعلى كل ولادي. سحر مساء الخير يا سحر، كل سنه وحضرتك طيبه. ولنا عتاب بقى في حاجات تانية ان شاء الله هنتكلم عليها على الخاص عشان انت فقعتيني نعمل حاجات كتيره وبتاعنا ما عملناش حاجه. انا بشكرك للمتابعه، ويا رب يخليكي ويحفظك ويبارك فيك يا رب. سلام للاستاذ عادل ولاولادك كلهم يا رب. طيب يبقى احنا قلنا الديمي جلاس الانترناشونال هو البراون صوص، هو مكونات البراون صوص، هو مكوناته يعني من الزبده والبصل المفروم والجزر المبشور والدقيق والزبده، كله ده، والكرفس والبوكيه جارنيه اللي انا بعمله، كله ده للبراون صوص اللي هو الجلد والعظم واللي انا بحرقه، كله ده في النهايه بيديني، قلنا براون صوص. خليكم معايا، ده بيديني البراون صوص، الصوص البني. خلاص؟ والصوص البني لما اربطه يبقى ديمي جلاس، مش هربطه يبقى هو ده الصوص البني. مفيش صوص بني تاني غيره، مفيش صوص بني تاني في العالم غيره، هو براون صوص واحد. بيجي ازاي؟ قلناه الديمي جلاس هو البراون صوص، لما اربطه يبقى ديمي جلاس، لان هو في النهايه اسمه جلاس دي فيانا، ولما اربطه يبقى ديمي جلاس. يعني هو ليه جو جلاس دي فيانا وريمياج، 3 اسماء للبراون صوص، ولما اربطه ينقل يبقى ديمي جلاس. خلاص؟ واضحه؟ واضحه. طيب ومكوناته اللي هو البراون صوص او خلاص انا مش قادر اقول عليه ديمي جلاس بصراحه، لان هو الديمي جلاس هو البراون وبربطه. احنا قلنا العظم، قلنا عظم مش كده؟ قلنا العظم، عظم البتلو، وقلنا البصل والطماطم والكرفس والكرات والفلفل والجزر والبابريكا وصلصه الطماطم والطماطم، كله ده في النهايه بيديني ايه؟ بيديني البراون صوص اللي لما اربطه يديني ديمي جلاس. خلاص؟ في حد عاوز يسال اي سؤال على الديمي جلاس؟ سؤال شيف. اتفضل. معلش انا محير حضرتك معايا شويه، استحملني بقى. انا تحت امرك حبيبي شيف فرج. البراون صوص شيف ينفع ان انا استخدمه كمعزز نكهه؟ طبعا ينفع. تمام. ما هو في كل حاجه. تمام. مش انا قايل لك مكوناته ايه؟ ما انا قلت لك كله هو عباره عن ايه؟ عظم بتلو وبصل وطماطم وكرفس وبابريكا وصلصه طماطم وطماطم فريش ورق لورو وزيت وزبده ودقيق، كله ده. تمام شيف. كله ده. انا اشتغلت مع حد نزلت معاه اشتغلت معاه، كان كل شغله او اغلبيه شغله كانت النكهات الصناعيه، فكنت بحاول ان احنا نخرج النكهات الصناعيه، فكنت بحاول ان احنا نخرج من جو الملح الصيني والحاجات دي كلها، ان احنا نشتغل بالنكهات الطبيعيه وبالاعشاب والكلام من ده كله، عشان خاطر حتى يعني اي حد صحيه، بقول له يعني صحيه، بقول له ما ينفعش ان احنا نسبب اضرار وكده، احنا ما ندورش على الطعم، لو حتى كان الطعم ذات نفسه انا ممكن اشتغل الطعم واخلي الطعم اللي في الطعم بتاعي اعلى من اي حاجه، بس بطرق معينه صحيحه. فهو كان بيقول لي لا احنا الحاجات ديت كلها حاجات موجوده واغلبيه الشيفات الكبار بيشتغلوا بيها. قلت له لا، الشيفات الكبار بيشتغلوا بيعملوا بونيه، بيعملوا براون، بيعملوا حاجات بيشتغلوا بيها وبيستخدموها. لا احنا بنشتغل بالحاجات الطبيعيه، يعني انا بقى عندي عظم بتلو
وعندي جلد وعندي بواقي روز بيف، والحاجات دي كلها بحطها تغلي. الاول بحرق العظم واطلعه مع البصل والثوم واحط له الكرفس واعمل له، اديله البوكيه جرنيه كلها واسيبه لما يستوي، وبعدين اصفيه. خلاص لما اصفيه ده خلاص بقى براون صوص، لو ربطته هيبقى ديمي جلاس. بسيطه يا شيف، بسيطه. انا ايه اللي خليني؟ طب ما هو في، ما انا حاطط له، يعني ما انا حاطط له ورق لورا وحاطط له حبهان وحاطط له خضار، ما هو دي كلها نكهه طبيعيه. ده الطعم. ما انا قلت ان الصوص عباره عن ماده دهنيه ليها طعم ومذاق، بتغير طعم، بتدي طعم للحمه او للفراخ او للسمك. صح كده؟ تمام شيف. معايا يا شيف؟ مع حضرتك شيف، مع حضرتك. حبيبي يا بلبل. الشيف نبيل، مساء الخير يا شيف نبيل. انت فين يا عم؟ امبارح فخلعت وقلت ماشي. ازيك، اخبارك ايه؟ منور. ده انت اللي منور والله يا شيف نبيل، انا سعيد انك متابع. شيف احمد، مفيش حاجه اسمها ما تقدرش تزعلني، انت زعلتني اوريدي. سيبك من طول عمرك برنس المطبخ وبرنس، انا مش برنس، انا فرج حفظ، وانت عارفني من زمان كده. يعني الحمد لله الحمد لله. انت عاشرتني وعارف انا عمري لا طلعت فوق ولا نزلت تحت، انا زي ما انا محافظ على الليفل بتاعي بس مش اكتر، وانا زي ما انت اللي وحشني ونفسي اشوفك. ولو سمحت تليفونك معايا بعد ما اخلص البث هكلمك عشان انت وحشتني. خلاص يا شيف، معايا عرفت الديمجلاس وعرفت البراون صوص. حضرتك شيف، مع حضرتك. طيب نخرج بقى من الحكايه دي، ونقول ايه اللي احنا بنستخرجه من ما نقول عشان الناس ما تبقى من البراون صوص او من الديمجلاس. ايه انواع الصوصات المستخرجه منها؟ بنطلع منه ايه بقى؟ بنطلع منه صوص الثوم، صوص المدير، صوص البرتقال، صوص المشروم، والالموال اللي هو صوص النخاع، والهانتر صوص، ترافل صوص، وصوص الكريمه. خلاص؟ والاونيون صوص، والدوكسيل صوص. كل هذه صوصات مستخرجه، وصوص المستردة البني والبوردليز والروبير بيخرجوا من انا عاوز اوضح حاجه مهمه جدا جدا، خلي بالكم معايا. الديمجلاس لما باخده او البراون صوص لما اربطه يبقى ديمجلاس، انا مصر على البراون صوص، هطلع منه نوعين من الصوصات. نوع اسمه بوردليز ونوع اسمه روبير. نوع اسمه بوردليز ونوع اسمه روبير. كل الصوصات الفاتحه اللون اللي مش غامقه قوي روبير. روبير ده صوص المشروم مثلا، روبير. طب كل الصوصات الغامقه زي البيبر ستيك والبصل والحاجات دي من البوردليز. خلاص؟ الصوصات اللي انا سميتها دي كلها المستخرجه من الديمجلاس، مستخرجه من النوعين الصوصين اللي انا قلت عليهم، البوردليز والروبير. اعطاني كل انواع الصوص اللي انا سميتها لكم دي كلها. الصوص الفاتح يبقى روبير، الصوص الغامق يبقى بوردليز. خلاص؟ يعني احنا لو جينا قلنا مثلا صوص الثوم، صوص الثوم فاتح ولا غامق؟ فاتح يبقى من روبير. صوص المدير فاتح ولا غامق؟ المدير فاتح ولا غامق؟ لا غامق يبقى من البوردليز كده. خلاص؟ صوص البوافر منين؟ من البوردليز عشان غامق، البوافر يبقى لونه غامق. البصل نفس الحكايه. صوص الكريمه من الروبير عشان فاتح. الهانتا صوص من الروبير عشان يبقى فاتح. صوص النخاع الالموان، قلنا صوص النخاع الالموان بيبقى من الروبير، من الروبير. الدوكسيل من البوردليز. صوص المستردة البني من البوردليز. يعني بقى في صوصات بتستخرج من البوردليز، في صوصات بتستخرج من الروبير. اللون الفاتح بتاع اي صوص روبير، والصوص الغامق من اي نوع صوص يبقى بوردليز، والاثنين مستخرجين من الديمجلاس. ولا ده ممكن يتعمل من كل نوع من دول 30 40 صوص، بس خلينا ايه الصوصات اللي هي الدارجه اللي هي الانترناشونال اللي مستعمل. لكن على الصوصات لا، الصوصات ما تعدش ولا حركه. يعني الحمد لله الواحد ممكن يعمل
من كل نوع من دول مثلا 30 40 صوص. بس طبعا احنا خلينا في الانترناشونال اللي هي دارج وبيستعمل في الفنادق والمطاعم والاماكن. يبقى عرفنا الديمجلاس او البراون صوص وايه اللي بيستخرج منه، وقلنا مكوناته ايه. قلنا مكوناته اللي هي العظم والبصل والكرفس والكرات والفلفل الاسود والحصى، الفلفل الاسود الحصى والجزر والبابريكا وصلصه الطماطم والطماطم الفريش وورق اللورو والزيت والدقيق والسمن، كله ده موجود. طيب خلصنا من ده؟ خلصنا من ده. يعني احنا لما نيجي نقول مثل يعني هنضرب مثل بالصوصات مثلا لو انا قلت صوص الديابل. صوص الديابل ده صوص مهم جدا، وخلي بالكم الصوص الديابل ده ممكن يمشي مع كل انواع اللحوم وكل انواع الفراخ، ويمشي كمان مع السمك والجمبري، اللي هو الديابل صوص. ديابل ده يعني ايه؟ يعني صوص الشيطان، الصوص اللي مسمينه صوص الجن. انتوا عارفين زي ما عارفين احنا كده الشيطان بيخش في كل حاجه، صوص الديابل ده بيخش في كل انواع اللحوم. الديابل يعني الشيطان، اسمه صوص الشيطان. هو الديابل ترجمته كده، ترجمته عالميا كده، اللي هو صوص الديابل. طب صوص الديابل ده بياخد ايه يا شيخ؟ الخل الاول براون صوص، وبعدين ياخد الخل والفلفل المجروش والبصل الشارلوت، وياخد الورشيش صوص، وياخد البقدونس، وكل الحاجات دي ونخلطها كلها مع بعض، ومعاهم واين. الواين بس احنا ما بنسميهاش واين، هناخد عصير عنب ونطبخ ونحط ده كله على قدر على النار ونسيبه لحد ايه ما يتجانس كله الخليط مع بعضه، ويصفى ويضاف اليه ايه والحاجات دي. الخليط دي كلها انا قلت لها اللي هو الفلفل المجروش والخل والبصل والشارلوت والورشيش صوص والبقدونس الناعم، كله ده لما يستوي اروح اضيف له البراون صوص، واضيف له ايه الورشيستر صوص. خلاص، ده يديني صوص الديابل اللي هو صوص الشيطان. الصوص ده فظيع جدا جدا والله، حاجه ما عندكمش فكره. يبقى احنا قلنا نوع من انواع الصوص اللي هو بيبقى صعب وشديد، يبقى قلنا صوص الباربيكيو، وقلنا صوص البني، وقلنا صوص الديابل، ودي من الصوصات اللي وقلنا صوصات السندوتشات ايه، وقلنا الديمجلاس البودر ايه، وقلنا الديمجلاس الثاني ايه، وقلنا ايه الصوصات اللي بتستخرج كلها من الديمجلاس. قلنا كل الصوصات اللي بتستخرج من الديمجلاس ايه، سميناهم وصنفناهم، ايه اللي بيطلع من البوردريز ويطلع من الروبين. وقلنا تعريف الصوصات عباره عن ايه وحاجات زي كده، وقلنا صوصات الزبده ومكونات صوصات الزبده. خلاص؟ طيب في حاجه ثانيه يا شيخ؟ في حاجه لازم تعرفوها، في حاجه اسمها المذر صوص. المذر صوص ده هم 6 انواع ما فيش غيرهم، اسمهم مذر صوص، اللي هي صوصات الام. صوصات الام دي اللي بتكون منها كل انواع الصوصات، اسمها الصوص، هي الاساس. الام هي الاساس، زي الام بتاع عندنا، الام هي الاساس، هي اللي بتولد واللي بتربي واللي بتعلم بتاع، والاب مسؤول في شغله يعني من ربنا. المذر صوص اول حاجه في المذر صوص قلنا الديمجلاس، عشان قلنا بيخرج منه نوعين، لما نضيف لده وايت واين ونضيف لده ريد واين او نبيت احمر ونبيت ابيض بيخرج منهم ايه؟ تاني حاجه البشاميل، طبعا البشاميل بقى، البشاميل بيستعمل في حاجات كتير، ده مذر صوص اساسي. اساسي. طب صوص الزبده الهولنديز اساس المذر صوص. طماطم الكاسيه مذر صوص، عشان الطماطم الكاسيه بتخش في حاجات كتيره جدا 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 في الصوصات. المايونيز في البارد مذر صوص، المايونيز بيخرج منه ايه زي ما قلنا الترتار وغيره وغيره وغيره. خلاص، الترتار وغيره من الصوصات، الموسوليني والترتار والحاجات دي كلها، او الحاجات الصوصات اللي بتستخرج من المايونيز كتيره جدا جدا جدا، واحنا قلنا اللي بيستخرج من المايونيز لو انتوا رجعتوا
للدريسنج ورجعت للسلطات للصوصات البارده، الصوصات البارده هتلاقيها كلها من المايونيز. الاساس فيها كله مايونيز. اصحى بس عشان انا ايه مش نايم. خلاص. يبقى نمره 6 السلطات الاسبانيش صوص. الاسبانيش صوص ده بيستعمل كتير قوي 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 خصوصا اللحوم. احنا بس المشكله عندنا ان اللحوم ما عادش حد بيستعمل لحوم دلوقتي، كله شغال على الفاست فود، كله شغال على المازنجر والزنجر والواتساب والاسماء الغريبه اللي احنا بنسمعها والستريبس والدروبس والمش عارف ايه والحاجات دي. لكن الاسبانيش صوص لا، الاسبانيش صوص دي حكايه تاني، حكايه تاني. هو قريب جدا من المكسيكان لكن بيختلف عنه عشان ده بياخد طماطم كاسيه وحاجات زي كده. طب صلصه الفولوتيه، الفولوتيه دي طبعا الفولوتيه دي الصلصه اللي هي بتاعت الاسماك والجمبري واللوبستر والكابوريا والسنيلز والقواقع والحاجات دي كلها، اللي هي الصلصه الفولوتيه اللي بتتاخد من بيون السمك والجمبري والعظم بتاعهم بعد ما بنغليه بناخد البيون بتاعه، ده اسمه فولوتيه. الفولوتيه ده احنا بنستعمله في الصوصات وده مهم جدا جدا. يبقى احنا قلنا 6، لا ده المذر صوص زادوا، يبقى المذر صوص بقوا 7. ايه هم بقى يا شيف؟ قلنا ديمي جلاس والبشاميل، صوص الزبده، صوص الطماطم الكاسيه والمايونيز والصلصه الاسبانيه والفولوتيه، بقوا 7 و7 انواع. طيب وقلنا الصوصات البارده كلها احنا ذكرناها، الصوصات البارده كلها احنا ذكرناها. في زبده اسمها كراي فيش. الزبده دي اللي اسمها كراي، زبده سمك اسمها كراي فيش. الزبده دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بنسحق الجمبري وننعمه جدا 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 ونضيف له زبده مع زبده البندق، مع الجمبري بعد ما ننعمه ونضيف له الزبده والبيوم بتاع السمك بيبقى موجود معاه. دي زبده خاصه بالاسماك بس يعني، بس مش بعض انواع الصوصات احنا قلنا زي اللوبستر صوص وزي صوص النعناع والبولونيزا والبرتقيز وصوص الكاري. طب هو في صوصات تانية يا شيخ؟ والله انا متهيألي احنا كده خلصنا كل الصوصات. اللي عنده اي سؤال في الصوصات يحكي لي ويقول لي عاوز يعرف ايه، يحكي لي ويقول لي انا عاوز اعرف ايه. خلاص احنا يبقى خلصنا بدينا الاول بالكولد صوص، الصوصات البارده كلها بتاعت الجارد مانجي والدريسنج والفرق بين الدريسنج وبين الصوصات البارده قلناها، واتكلمنا عن طرق التسويه، واتكلمنا عن الصوصات، اتكلمنا عن الصوصات البيضاء، واتكلمنا عن الصوصات البني وايه اللي بيخرج من الصوصات البيضاء، قلنا ايه اللي بيخرج من الصوصات البني، واتكلمنا عن الزبده المركبه، واتكلمنا عن كل الحاجات دي بالتفصيل دلوقتي الممل. حد عاوز يسال اي سؤال؟ حد عاوز يسال اي سؤال؟ حد عاوزنا نعيد اي حاجه؟ حد عاوز يسال اي سؤال؟ الشيفات المحترمين اللي معانا لو حد عاوز يسال اي سؤال انا تحت امره. عشان ايه عاوز انتقل لحاجه تاني. زي ما اتكلمنا عن المطبخ، انا في حاجات كان لازم اتكلم عنها زي اقسام المطبخ، هتكلم معاه بس ما انا دلوقتي خلصت كل الصوصات، واللي عاوز اي سؤال انا تحت امره يجهزه، وقبل ما اخلص هقول لكم تاني اللي عاوز يسال اي حاجه يسال وانا ايه هكون تحت امره. في حاجات تخص بقى المطبخ هتكلم عنها. هقول اقسام المطبخ. يا ترى المطبخ ده الطويل العريض الكبير اللي بيخرج الاكل ده كله والبوفيهات والافراح والسيمينار والدنيا كلها، المكن اللي شغال جوه ده
بالقوة البشرية الموجودة. طب هو أي حد بيشتغل ولا هي أقسام وكل قسم مسؤول عن شغله؟ لا، تبقى أقسام وكل قسم مسؤول عن شغله. طب هو مين اللي بيقسم الشغل؟ الشيف العمومي. طب ومين اللي بيتابع الشغل؟ مساعد رئيس المطبخ، الاكزكتيف شيف، المساعد الأول. ومعاه المساعدين تاني بتوع الشيف، هم السوشيف. ومعاهم بعد كده شيفات دي بارتي ودي مش بارتي، واللي بينفذ كل الحاجات دي تقريبا هو الراجل الغلبان الفلسطيني، هو اللي بيشيل كل الدنيا وبيشيل كل المطبخ. خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي هنتكلم عن اقسام المطبخ. اول حاجه في المطبخ في حاجه في قسم اسمه ايه؟ اسمه الابايير. حد يقول لي الابايير يعني ايه؟ ممكن الشيف احمد صادق يقول لنا الابايير هو ايه؟ عشان هو عاصر الحاجات دي. الابايير ده عباره عن شاب ظريف، شكله نظيف، متعلم، مثقف، بيقرا اوردر، يعرف يقرا اوردر بالانجليزي، يعرف يقراه، بالفرنساوي يعرف يقراه، بيقف كده على الباص يدير الاوردر، يقول مارشي سمارش الاول يعني اسمعوا، يقول لك واحد فيليه، واحد انتركوت، واحد بيار، واحد بكاتا. خلاص؟ انت ترد عليه تقول له اوكي، ويسيب لك الاوردر يعلقه لك. تاخد انت الاوردر تنفذه وتقول له بيك اب، ارفع. هو يبلغ الويتر يقول له تعالى شيل الطلب بتاعك. يعني هو حلقه الوصل ما بين المطبخ والسيرفيس. حلقه وصل بين المطبخ وبين السيرفيس، ودوره مهم جدا جدا جدا. هو بتعمل له تريننج على الاطباق بتاعت المطبخ كلها. يبقى عارف مثلا الفيليه الجرنش اللي بيطلع معاه ايه، عارف البيكاتا بيطلع معاها ايه، عارف البيارد الرو بيطلع معاه ايه، عارف الفيليه ميديليون بيطلع معاه ايه، عارف الفيل شوبس واللام شوبس بيطلع معاهم ايه جرنش. فانت يا شيف لما تبقى واقف على الباص وتديله الطلب، هو لازم يراجع الطلب. لقي حاجه فيه مش مظبوطه يرجعه لك، يقول لك يا شيف ده مش المطلوب. حقه، واخد تريننج معاك وانت قايل له ده ما بيطلعش غير بده، الجرنش بتاعه ده مفيش غيره. لان الزبون قدامه في المنيو يقول له مثلا فيليه بيطلع معاه مثلا بيطلع معاه البطاطس البوريه مثلا، ويطلع معاه الخضار الشتيه، انت ما طلعتش البطاطس البوريه معاه، طلعت له رز، هو مش عاوز رز يا اخي. طلع له رز ليه؟ يبقى الاباير دوره مهم جدا جدا جدا. هو حلقه الوصل ما بين المطعم والسيرفيس. عفوا. وهو حلقه الوصل بين المطبخ والسيرفيس. وكمان حاجه ثانيه مهمه جدا جدا في الاباير ده، انه الاباير مثقف جدا جدا جدا، طهوي كان طهوي جدا، عشان يبقى عارف بيعمل. عشان الطباخ ما يقولوش انت ايه اللي بتنيله ده، انا بقول لك شيل الطبق ده، اقول له لا مش هشيل، انا اتعلمت ان الطبق ده كذا كذا ومعاه كذا كذا كذا. يبقى اول اسم في المطبخ الاباير. خلاص. طيب تاني قسم في المطبخ ايه يا عمي؟ نخش على قسم الجزاره. قسم الجزاره ده اهم قسم موجود. القسم ده يا يطلعني فوق يا ينزلني تحت. يبقى قسم الجزار من اهم اقسام المطبخ. هو الكنترول، وهو اللي بيكسب المكان، وهو اللي بيخسر المكان. يعني لو بيهدر كتير في تشكيله اللحوم بيخسرني، لو اللحوم بتخرج من وراه والناس تاكلها بيخسرني، لو الفيليه 200 جرام واعطوني 220 بيخسرني. يبقى البوتشر هو اهم قسم في المكان. البوتشر هو اللي بيغذي الاماكن اللي موجوده زي الروتسيري مشويات، يبقى من الجزاره، السرسيري من الجزاره، الجاردمنجي بياخد حاجاته من الجزاره. خلاص، الراجل بتاع الشرب بياخد حاجاته من الجزاره. يبقى قسم الجزاره هو العنصر الاساسي او العمود الفقري للمطبخ. خلاص. طيب الجزار ده بيشتغل ايه؟ بتجيله التواصيل اللحمه
البتلو تواسيط والضاني تواسيط، او الضاني بيجي له كامل والكندوز بيجي له فخاد او زنود، وهو يبدا يشفيها ويطلع مثلا يطلع مثلا من الكندوز من الفخده السمانه والوش والظهر وعرق الفروبيانك والبلاطه والفيليه والحاجات دي كلها بيطلعها من الكندوز، من الانتركوت والحاجات دي كلها يطلعها من الفخده ومن الظهر. والزنود يعمل منها الكباب والمفروم واللحمه المفرومه والكفته يعمل منها عشان هي لحمه ناشفه، ويعمل منها كباب الحله والبيف ستيو والبيف جلاش والحاجات دي تطلع من الزنود دي. الكلام ده بالنسبه للكندوز. بالنسبه للبتلو لحمه بيضه طريه سهله، ما فيهاش هالك كتير. كل حته في البتلو بتشتغل، كل حته في البتلو بتشتغل، الموز وغير الموز والشوبس والريش، البتلو كله بيشتغل، كله بيشتغل. يبقى الجزار عباره عن مهندس الديكور ومهندس الحركه جوه المطبخ. خلصنا الجزاره؟ طيب خش على القسم الثاني، قسم الجاردمانجي. قسم الجاردمانجي ده هو قسم الخاص كل انواع السلطات والبوفيهات والمرايات اللي بتطلع، سواء كانت في البوفيهات او الاطباق السلطات اللي موجوده عنده في المنيو، خلاص، او في البوفيهات. يبقى الجاردمانجي ده مالك بنسميه احنا المرايه بتاعتنا، لان الزبون اول ما بيخش على الجاردمانجي. ما بيبدا على السلطات. لما يبص بقى على السلطات ويلاقيها منظرها مبهر، المرايات وعليها الشوم وعليها الباتيهات وعليها الطاجين وعليها اللحمه البارده وعليها السوشي وعليها السلطات بجميع انواعها، مثلا 25 نوع من السلطات بالديكورات بتاعته، بينبهر. ده غير الشغل اللي بيعمله، ده شغل الجاردمانجي، يرسم على القرع ويرسم على الباذنجان ويرسم على البطيخ ويرسم على البطاطس وعلى الجزر ويعمل ورد وبالخضار. شغلانه جاردمانجي حقيقي. الجاردمانجي ده شغلانه جامده جدا جدا. وهو قسم من الاقسام الحيويه في المطبخ اللي هي بتبقى المرايه بتاعه المكان. طيب بعد كده نخش على المشويات. كل حاجه بتشوي على الشوايه، سواء كانت فحم او جريلات كهرباء، ده قسم مهم جدا جدا. بيبقى عنده درجات سوا زي ما احنا قلنا، ميديوم ويلدن ورير وميديوم ويلدن وكده وبلو. ده بيتحكم فيها الراجل بتاع المشويات، وبيديك زي ما بيطلب الزبون، مثلا عاوزها ميديوم بيطلعها ميديوم، عاوزها رير بيطلعها رير. وده بيبقى عشان ده ممكن يبوظ لنا لحمه كثيره جدا جدا ما كانش فاهم، بدل ما يطلب ميديوم يروح يعملها له ويلدن، بدل ما يعملها له رير يعملها له ميديوم وكده. فده بيبقى عليه العين في الشغل باستمرار. واهم حاجه في شغله عمليه المارينيه، ان لحمته كلها بتبقى موجوده في المارينيه، يطلع من المارينيه ويشتغل. والمارينيه قلنا ايه هو المارينيه؟ اللي هو عباره عن تتبيله. التتبيله اسمها مارينيه. لما بتتبل ملح وفلفل وليمون وخل ومش عارف ايه وجوز الطيب وحبهان مطحون وكمون، كل دي في التتبيله احنا بنسميها التتبيله اللي احنا بنسميها التتبيله. يبقى المشويات بالمارينيه ده هو اساس شغل الراجل بتاع المشويات، عشان ده اللي بيديني الطعم، طعم الكفته وطعم الكباب، طعم الفيليه وطعم الفراخ المشويه، كله ده من المارينيه بينقع. خلاص. طيب سلسلي بقى، ده القسم اللي انا اتخرجت منه الحقيقه. القسم ده قسم غريب، مش عشان لا، القسم ده اولا كل انواع الصوصات، كل انواع السوتيهات في اللحوم. خلاص. الراجل السلسلي ده يشتغل جزار ويشتغل انتوماتيري ويشتغل جاردمانجي عشان شغله مرتبط بالاقسام دي، واشتغل روتسيري. لما تيجي بتاع الروتسيري تقول له تعالى اشتغل سلسلي يقول لك ما اعرفش، تقول له طب اشتغل انتوماتيري يقول لك ما اعرفش، الانتوماتيري تقول له اشتغل سلسلي لا عشان عارف انه شغله كتير يقول لك لا والله انا ما اعرفش. لكن لو غاب عندي الجزار وانا عندي 2 3 في القسم في السلسلي، ابعت واحد مكان الجزار اللي ما جاش. هو السلسلي عارف اللحوم بتطلع منين، عارف الانتركوت بيطلع منين، وعارف الفيليه بيطلع منين،
وعارف علقه البنك بيطلع منين، وعارف الجلاش بيطلع منين، وعارف البكاته بتطلع منين. السلسله عشان ده شغل. فهمتوا؟ ده من اهم الاقسام اللي موجوده في المطبخ. وعاوز اقول لكم حاجه، 90.9 يعني نقول 99% من الشيفات اللي موجودين على الساحه متخرجين من القسم ده. متخرجين من قسم السلسله 99%. خلاص؟ لانه السلسلي بيعجن. عنده بيعجن. ممكن يعمل، ممكن يشتغل خبازه يعني بعد كده ما فيش. بيشتغل حلو. لان هو لف الحاجات دي وهو ترنيه. هو بيتمرن لف الحاجات دي كلها ولف الاقسام دي كلها. وعنده فكره عن ده وعن ده وعن ده. وتلاقي دايما السلسلي شغله بيخلص بدري. فتلاقيه بعد ما خلص شغل دور عليه ما تلاقوش، تلاقيه واقف في الخباز. مثلا بيعمل كرواسون مع الخباز. تدور عليه تلاقيه واقف مع الجزار. تدور عليه تلاقيه واقف بيقطع حتى بيقطع روز بيف ويرصها في مرايه. خلاص؟ ولو غاب الانتموتير بيبقى جنبه كده بياخد شغله معاه. الشرب والخضار والحاجات دي كلها. يعني قسم حيوي نشيط جدا جدا. طيب قلنا المشويات، قلنا الانتموتيري والسلسيري والجرد مانجي. يجي بعد كده ايه بقى؟ يجي الحلواني والخباز والحلواني الشرقي. الحلواني الشرقي ده مفصول لوحده بعيد عن حلواني الفرنش الاوروبي. ده لوحده بتاع الجلاش والبسبوسه والكنافه والحاجات اللي الشرقي كلها. ده بيبقى حلواني لوحده عشان شغله كتير وعسل وسكر بيعزله كده في مكان لوحده كده. وبعدين ايه تاني بقى؟ الحلواني الغربي بيبقى ليه مكان لوحده. والخباز بيبقى ليه مكان لوحده. يعني قسم الحلواني ده بيتصل بثلاث اقسام: خباز، حلواني غربي، حلواني شرقي. في حاجه تاني بقى اللي اسمه ايه بقى؟ الفراينج. الفيشرمان. القسم ده خاص، ده تم انشاؤه حديثا وخاص بالاسماك والجمبري والكابوريا والحاجات دي. كان الاول الجزار بيعمل الشغل ده. كان شغل اسماك كلها تبقى مع الجزار. لا، فصلناها دلوقتي وخلينا الجزار لوحده يشتغل لحوم بس، والسمك والجمبري لوحده يشتغل ايه؟ سمك وجمبري، يشف سمك وينظف سمك وجمبري ويكيس ويعدي ويحفظ كل حاجه. قسم لوحده. خلاص؟ طب ايه اخر قسم عندنا في الحاجات دي؟ المقليات. كان زمان التوماتيري او السلسيري، الفراخ البانيه او اي بطاطس المحمره، اي حاجه اي حد من الاقسام دي كان بيعملها. لا، ده خلينا لها واحد على الفراينج بالذات، على المقالي. على المقالي قسم لوحده دلوقتي. كل حاجه مقليه هو القسم ده اللي يعملها، بعيد خالص عن باقي الاقسام الثانيه. يعملها ويناول. بومفريت يعملها ويناولها للسلسيري. مش عارف فراخ بانيه يخلصها يديها للسلسيري. مش عارف ايه تاني فراي حاجه تعمل فراينج مثلا يديها للانتوماتيري كده. حاجه تحتاج فراينج اللي في الجرد منجيه عشان يشتغل بيها يقلي، يديها له يقلها له ويوصلها له حد عنه، عشان يبقى احنا نخف الشغل عن باقي الاقسام. دي الاقسام اللي موجوده في المطبخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قسم من اقسام المطبخ. وقلنا وظيفه كل قسم ايه؟ يبقى عندي ابايين. الو الو الو، مين معايا؟ الو الو. يبقى لنا اقسام المطبخ. قلنا ابايين والجزاره والجردمانجيه والمشويات والسلسيري والكومتيري والروتسيري والحلواني الغربي والخباز والحلواني الشرقي والاسماك والمقليات. دي وظيفه كل واحد. قلنا كل واحد وظيفته بيعمل ايه. يبقى خلصنا اقسام المطبخ. خلصنا اقسام المطبخ. في حاجه ثانيه في المطبخ نحب نقولها؟ والله ممكن نتكلم عن حاجات كده في المطبخ برضه، زادت معلومات يعني. يعني نقول ايه مثلا؟ حاجات بسيطه كده.
هنقول ايه المصطلحات اللي تبقى موجوده في المطبخ. اهم المصطلحات واحنا شغالين كده في المطبخ. يقول لك والنبي مشي لي البتاع دي، مشي اللحمه دي بوشيه وبسرعه. يعني بوشيه يعني سلق اللحمه في ماء مغلي. سلق اللحمه او الفراخ في ماء مغلي بنقول بوشيه، يعني سوى كامل، تسويه كامله، تسويه اي حاجه، خضار، اي حاجه بناخده، لحم، فراخ، خضار، بناخده بوشيه، يعني نسلقه سلق كامل. خلي بالكم اسمها ايه؟ بوشيه. اسمها ايه؟ بوشيه. طب يا شيف البلانشيه، اقول لك لا، البلانشيه غير البوشيه. البلانشيه ده طهي مبدئي. يعني ايه؟ اقول لك خدها بلانشيه، يعني خدها ايه؟ نص سوا، او اعملها تشميعه مثلا. طيب هل في بلانشيه بس بالميه المغليه؟ لا، ده في بالدهون. يعني البومفريت احنا بنعمل بومفريت، ما بنجيبوش جاهز وبنعمله احنا عندنا مكنه وبنقشر ونقطع. لازم اخد البطاطس دي بلانشيه الاول عشان ما احطهاش في الزيت واحمرها، مش هتحمر معايا، هتتحرق، تزعل. لازم اخدها بلانشيه الاول، يعني نص سوا، اطلعها واسيبها لحد ما تبرد وبعدين اكمل سواها تاني. بلانشيه في مواد دهنيه، في بلانشيه في مواد دهنيه في حاجات كتيره جدا، مش بس البطاطس. بتتاخد في البلانشيه في الدهون وتكمل سواها بعد كده. ده الفرق بين البوشيه والبلانشيه. طيب البانيه، البانيه ده عباره عن ايه؟ بقول له يا ابني اعمل لنا مثلا 20 حته بانيه. البانيه عباره عن ايه؟ لحمه او فراخ معاها ايه؟ دقيق وبيض ولبن وبقسماط. دقيق وبيض ولبن وبقسماط. دقيق وبيض ولبن وبقسماط، زائد الملح والفلفل طبعا والحاجات اللي انت هتضيفها. اذا كان سمك هتضيف كمون، اذا كان كده يعني. ده بنسميها بانيه. طيب في حاجه ثانيه، الجراتان. الجراتان اللي هو ايه؟ عاطي وش جراتان محمر، بنسميه تدخين. بنسميه تدخين الاطعمه على الوش كده، يحمر ويديني اللون الاحمر، ده بنسميه جراتان، زي البطاطس الجراتان او زي البشاميل. فلامبيه بقى، انتوا الجيل الجديد ده ما حضرش الفلامبيه ده. هو عباره عن طهي باستخدام الكحول امام الضيوف. عندنا كده ترول في سخان صغير. السخان صغير ده بيبقى فيه قدر كده بالنحاس، فيه زيت بيغلي وطاسه. ده بيبقى فلامبيهات، يعني اشتغل قدام الزبون، اعمل ستيك ديانه، اعمل الطرطار، اي حاجه من الحاجات دي، اعمل الشاتوبريان، كله ده اعمله. اعمل الفندوق اللي هو عباره عن اللحمه الصغيره مكعبات في السيخ وانزلها في الزيت لحد ما تستوي واطلعها واكلها. حاجات كتيره جدا. للاسف الجيل الجديد ده ما شافش الحاجات دي، لان دي اتلغت بعد ما جابوا البلا اللي اسمه الاول انكلوزيف وبوظوا شغل الفنادق، وما عادش في مهنه اصلا في الفنادق. الفرسيه، اقول لك مثلا اعمل لي فرسه بتاعت الخضار. الفرسيه يعني ايه؟ الخلطه بتاعت الخضار. فرسيه يعني خلطه الحشو بتاعت الخضار. يعني زي ما اجي اعمل مثلا ورق عنب او اعمل كرنب او اعمل باذنجان، اعمل له فرسيه. ممكن الفرسيه دي تبقى باللحمه المفرومه، ممكن تبقى ايه؟ بالخضار بس من غير اللحمه المفرومه. قلنا المارينيه اللي هو ايه؟ تتبيل الطعام، تتبيل اللحوم والاسماك والجمبري. قلنا التتبيل ده المارينيه. اقول لك كريتون، اعمل لي شوت كريتون. انت تقول كريتون ايه؟ اجيب له كريتون منين انا؟ لا، الكريتون ده اللي هو العيش التوست، توست يتقطع كيوبس، صغير زي ظهر الطاوله كده الكبير، وده يتحمر في الزيت او يخش يتحمر في الفرن. ده الكريتون احنا بنستعمله في الشرب، زي شرب الطماطم والعدس وحاجات كتيره وزي سلطه وحاجات زي كده اسمها الكريتون. الشيفرز ده يعني يقول لك شيفز، جراوند شيفز، يقول لك مش عارف شوب شيفز يعني تو اسمه شيفز، تو اسمه شيفز، عشان لو جه عندك الاسم احنا امبارح قلناه في السلطات، في الدريسنج وده شيفز يعني التوم. يعني التوم من هو بقى؟ التوم الغربي،
مش التوم بتاعنا، لا التوم الغربي بيسموه شيبس. طب شنوار بقى، ايه هو الشنوار ده؟ الشنوار ده احنا بناخده كده، هو عباره عن مصفى بصفي بيه البيون، او بصفي بيه جلاس دبيان، البراون صوص بصفي بيه بقى العظم والحاجات دي كلها كده، بيبقى ليه ايد وعامل زي القمع كده خلاص، وليه حته من تحت كده عشان تمنع اي حاجه سقوط صب، وحاجات كبيره فيه منهم الوسط والميديم، والكبير والوسط والميديم والصغير. طيب ايه تاني بقى غير كده؟ ايه هو؟ انا لك هات اديني، هات لي شبيون. قلنا بيون يعني الصلصه، مرق. البيون هو المرق، البيون هو المرق الفراخ او مرق اللحم. بقول انا على فاتوره الزيت، على المقلاة بتاعت الزيت بقول عليها فاتوره زيت، بقول عليها فاتوره. السلمندر اللي هو انا بعمله وادخل فيه المكرونه، او ادخل فيه اي لحمه عاوز اعملها جرفان ادخلها في السلمندر. ايه تاني يا سيدي؟ السيفن ديش اللي هو السيفن ديش اللي بيطلع ويتحط عليه، بيتحط جواه الخضار واللحمه والرز والمكرونات، لو انا عندي بوفيه ويبقى عندي سيفن ديشات. البلانشات اللي هي البلانشات اللي انا بقطع عليها، اللي هي البلانشات الخشب، او البلانشات اللي هي الالوان احمر واخضر واصفر وعلى كل لون دلوقتي. يقول لك اديني الطرشونه اللي جنبك دي، انت تقول له طرشونه ايه يا عم؟ الراجل ده بيطرر بيه. الطرشونه يا عم اللي في ايدك دي فاني، اللي هيقصد الفوطه. الفوطه احنا جوه فوطه المطبخ بنسميها طرشونه. طبعا قلنا جريفي اللي هو عصير اللحمه، اللي هو بيعمل منه البراون صوص، واللي بنعمل منه الديمي جلاس. خلاص انا متهيألي خلصت لكم كل حاجه متهيألي. كده انا ايه خلصت كده النهارده كل الحاجات بتاعتي، ومش ناقصني اي حاجه. ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكونوا يعني والحمد لله انا ما قصرتش. واللي عاوز اي سؤال انا جاهز اهو عشان اتلقى الاسئله. وبعدين انا عاوز اقول على حاجه تاني. انا بعد ما خلصت اهو مستني اي حد يسالني اجاوب عليه. وبعدين عاوز اقول على ايه، على شويه حاجات كده في المطبخ تخلوا بالكم منها، زي تقاطيع كده خفيفه. يعني لما انت في المطبخ وجرس الانذار ضرب جوه المطبخ، اول حاجه تعملها ايه؟ يعني انت مثلا فرنك والعه والزيت وشغال بتقلي وحاجات زي كده، وفجاه ضرب الانذار حريق. طب انت هتسيب كل حاجه وتجري؟ اوعى اوعى، خلي بالك، لان في تريننج بيتعمل على الفاير، على الحرائق دي جوه المطبخ. فدايما بيتعمل التريننج ده للطباخين اول ما يخشوا يستلموا الشغل، اسمه الفاير كورس او الفاير تريننج او حاجه زي كده. مهم جدا جدا. ايه، اول ما تسمع الصفاره دي او بتاعه الانذار او انذار الحريق بيبدا يرن الجرس، اول حاجه تعملها وانت واقف قدام الافران تقفل الافران كلها. الزيت اشيل الحاجه اللي موجوده واغطي مقله الزيت، لان اي مقله زيت موجوده عندنا في الفندق ليها الغطاء بتاعها، واشيل وافصلها كهرباء. والافران اطفي الافران الغاز واقفل المحابس. ما اجريش واسيب نار والعه، ما اجريش واسيب كهرباء والعه، عشان ما ادمرش المكان. وده تريننج لازم تتعلموه وتاخدوا بالكم منه. دي حاجات بسيطه جدا. طيب تاني حاجه عاوز اقولها ايه؟ عندما ياتي البازار وتنزل تستلم البازار، لازم تستلم البازار حسب المواصفات اللي متفق معاها عن المورد. يعني المورد لازم يجيب لي حاجه سوبر نمره 1، ما يجيبليش حاجه نمره 2، او ما يجيبليش البطاطس في شوال وانا ما استلمش في شوال، ما يجيبليش البصل في شوال وانا ما استلمش حاجه في شوال مقفول نهائي. لازم المورد يكون عنده ركات
ويجيب لي الخضار بتاعي في الركات كتيره. خلاص، وبتجيني مفروزه، لان انا هقعد جاني في الشوال مثلا 50 كيلو هاخد منه 10 ولا منه 40. يبقى انا عملت ايه؟ خدت وقت واستغرقت وقت كتير جدا وما خدتش منه البضاعه اللي انا عاوزها. خلاص؟ فهمنا؟ يبقى وانا بستلم البازار لازم اراعي المواصفات اللي انا متفق عليها. الخيار شكله ازاي؟ البطاطس حجمها قد ايه؟ الطماطم عامله ازاي؟ ما اخدش طماطم مهروسه، طماطم مفعوصه، ماليش دعوه بيها خالص نهائي. افرز. حتى الركات اللي هو جايبها، انا عندي الركات بتاعت الفضل، باخد مركاته انقلها في ركاتي، وانا بنقل افرز عشان ده تكلفه عليا وكوست عليا. ده كوست عليا. انا لما خدت خيار بايظ هعمل بيه ايه؟ ما ده بفلوس. خدت طماطم ضربه هعمل بيها ايه؟ ما خص مرضان مش هيكمل معايا يومين، اعمل بيه ايه؟ يبقى اهم حاجه وانت بتفرز، وانت نازل تستلم البازار بتاعك، تفرز حسب المواصفات. اللحوم بتبقى معروفه التوسيطه بتلو، بتبقى معروفه بتيجي تقيس كده شبر كده، ولازم ده بعد الشبر يبقى متقصف ويجيني متقصف وجاهز. الضاني لازم تجيني ذكوره، ما تجينيش نتي ابدا، ولا استلم نتي الضاني ابدا جوه الفنادق ولا نهائي. استحاله نستلم نتي في الخرفان، لازم ذكور، لازم ذكور. ولازم ابص على الدبر بتاعه اشوفه ذكر ولا بدايه وكده. وساعات بيغشونا بقى ويضحكوا علينا ويركبوا لنا اي حته جلده ولا ده الدبر. بس احنا طبعا مع الخبره بنبقى عارفين الحكايه دي كويس قوي. وبالنسبه للحمه الكندوز بتبقى جايه متشفيه وجاهزه، ما فيهاش بقى لا دهون ولا شحوم ولا مصارين ولا غيره، لا، لحمه كلين، لحمه كلين. دي حاجات تخلي بالك منها. خلي بالك من الحريق. يبقى دي ايه؟ حتتين بقول لك عليها. وانا قلت لك امبارح انك انت مثلا وانت بتشتغل وشايف زميلك بيعمل خطا، اوعى زي ما قلت اوعى تنتقده قدام الناس. يا عم ايه اللي بتنيله ده؟ لا 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 لا، روح له كده بمنتهى الادب، انا شايفك بتعمل كذا كذا، بس ايه رايك لو كذا كذا وعملناه كذا كذا يبقى احسن بتاع. ده رايي وانت حر، بس انا شايف ان ده صح وبتاع. هيقتنع، مش هقول لك لا، مش هقول لك لا. خلاص. اليونيفورم بتاعك، حافظ على اليونيفورم بتاعك، هو ده منظرك وهو ده شكلك وده قيمتك. منظرك اليونيفورم بتاعك نظيف، نظيف. البس يونيفورم نظيف، خلاص، وابقى ملتزم بيه. يبقى عندي التوك وعندي الابرون وعندي الجاكيت عندي الابرون وعندي الجاكيت وعندي التوك وعندي السرفيت. حلقه الدقن والنظافه الشخصيه مهم جدا جدا جدا، مهم جدا جدا جدا. بس انا كده تقريبا يا بوب حبيبي، يا رمياج ماله حبيبي. الرابط بس ايه مدينه او اجا او ايه او ايه دي او ايه دي هتقول يا هبه. خليه يدخلها. شوف يا هبه السلام عليكم. بشوف الرابط ما بين الجيلاتين والثوم. ارد عليه ولا ايه؟ شيف ايهاب، مساء الخير. شيف ايهاب الدلي ده شيف الشيفات المحترمين اللي انا اللي تشرفت انه اتعامل مع انه اشتغل معايا
سنين طويله، وده يعني كان ابن المدلل. هو كان غاوي المهنه من ساعه ما كان طالب في الكليه سياحه نادي، هو غاوي المهنه وجاني، وانا حسيت كده ان الولد ده هيبقى ليه مستقبل كبير، وكنت دايما اديله مهام اكبر من وظيفته، وكان بيسد لدرجه ان الناس الثانيه يعني اللي كانوا اعلى منه في المكان كانوا يعني بيستعجبوا ازاي بتديله الحاجات دي واحنا فين وكده. كنت بعتمد عليه حتى وهو كان صغير. ما شاء الله مخه لطيف قوي قوي، مبتكر ومبدع وطموح، والحمد لله كان ماسك سلسله فنادق في شرم الشيخ كبيره، ودلوقتي ماسك سلسله فنادق في اسكندريه، كل فنادق شركه اسمها ايه يا ربي، هيلنان. كل هيلنان في اسكندريه هو ماسك كل الشيف العمومي بتاع كل هيلنان او الشيف التنفيذي بتاع الشركه كلها. حبيبي الشيف ايهاب، انت وحشني جدا وكل سنه وانت طيب. اولا الرمياج زي ما احنا قلنا، الرمياج اللي هو عباره عن ايه، عظم البتلو مع الكرفس، ويعملوا الراس بتاعته كلها ويتحرقوا وبعدين يطلع يغلي وكل حاجه، ده اسمه الرمياج. وانت عارف ده، وانت كنت في سلسيري وعارف ده. والرمياج ده احنا ناخده بعد كده بعد ما نصفيه نربطه خلاص يبقى ديمي جلاس، اللي هو الرمياج او الجو او جلاس ديفيان، دول الثلاث اسماء للرمياج خلاص. وانا بعد ما اصفيه خلاص اسمه براون صوص، اسمه براون صوص. لو انا ربطته هو ديمي جلاس. وصلت تقريبا. يبقى الرمياج بعد ما اصفيه يبقى براون صوص. نتيجه ايه؟ حرق عظم البتلو والبصل والثوم والبوكيه جارنيه وكله ده في النهايه بيديني الرمياج ده. الرمياج ده اصفيه يبقى لونه براون، وده براون صوص. طب ضفت عليه ربطته هو ديمي جلاس. ربطت البراون صوص هو ديمي جلاس. خلاص؟ الربط بقى، الرابط طبعا احنا بنربط بثلاث حاجات، نربط بثلاث حاجات. طبعا طبعا. بالنسبه لشيف ايهاب الجيلاتينا، نعم الشيف عثمان. لا الشيف نبيل فاروق. ده مين اللي بيقول ده؟ شيف مين؟ نبيل فاروق. شيف نبيل. شيف نبيل، مساء الخير. مساء الخير يا شيف نبيل. الو، سؤال لشيف عشان الكل يستفيد، ممكن الربط بالجيلاتينا او اجار او زنتان ويبقى برضه دمي؟ ممكن طبعا. ممكن طبعا. ممكن استعمل الجيلاتينا، ممكن استعمل الجيلاتينا. بس هي في حاجه بالنسبه للجيلاتينا، لما انا بربط بالجيلاتينا، الجيلاتينا مع السخونه تفك منه خلاص. يعني لما اغلي الجيلاتينا تفك منه، لكن لو انا بربط بالرو بالدقيق والزبده مش هيفك منه، ولو ربطت بالنشا مش هيفك منه، ولو ربطت بالاصفر بيض مش هيفك منه. لكن بربط بالجيلاتينا ممكن لو انا باخد شويه صغيرين لشغل صغير. لكن لو انا عندي مرميطه كبيره براون صوص واعملها ديمي جلاس، لو انا ربطت بالجيلاتينا مع السخونه لا هيفك مني جيلاتين. وبرضه معاك، او اجار او زنسان يبقى برضه ديمي جلاس، يبقى ديمي جلاس برضه. بس انا بتكلم على ايه؟ على ادوات الربط المنتشره اللي الناس كلها حافظاها، يا اما الرو اللي هو الدقيق والزبده، يا اما النشا، يا اما الاصفر بيض. مع ان انا عندي وسيله ربط تاني بس ما حدش بيستعملها هنا، بتستعمل في اوروبا، اللي هو دم الغزال. دم الغزال ده احسن حاجه بيتم الربط بيها، بس احنا ما بنستعملهاش هنا في اوروبا، بيستعملوها على طول. الله ينور يا شيخ نبيل، ما شاء الله عليك، اللهم صل على النبي عليك. يبقى شيف ايهاب احنا قلنا الرمياج اللي هو ايه وشرحناه، والربط وشيف نبيل قلنا الجيلاتينا ممكن تربط بيها،
او الزنسان. الزنسان ممكن برضه تربط بيه، بس انا بقول على الجيلاتينا بالذات، ان الجيلاتينا ممكن تفك مني مع السخونه، تفك مني ما بتمسكش. لكن انا في الرو كل ما يسخن كل ما الدقيق يشد. النشا نفس الحكايه، البيض نفس الحكايه. ماشي. ايه حد تاني عاوز يسال؟ يا بوب وحشني يا بوب. يا بوب كلمني يا بوب بعد ما تخلص يا هاب. بعد ما اخلص بس كلمني عشان انا جاي لك اسكندريه الاسبوع الجاي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كل سنه وانت طيب انت والاسره الكريمه. طيب في اسئله تاني؟ تعالى يا عم هات اللي معاك. في سؤال شيفنا بس مش عارف يعني متردد اساله على العام صراحه. اتفضل. هو ليه المطبخ المصري ملهوش كاريزما بين المطابخ العالميه؟ مين قال لك كده؟ بص احنا اول مطبخ في العالم احنا. الفراعنه دول هم الاول، اول البشريه ولا الناس اللي جت بعديهم؟ لا طبعا الادم بيبقى مقدم. طيب حلو جدا جدا. يبقى احنا النهارده لما نقول ان المطبخ الفرعوني المصري هو الاساس، هو الاساس. واحنا عندنا مشكله ان احنا ما قدرناش نوثق الحاجات دي. ما حدش فكر يوثق الاكل المصري. احنا اكل مصري فرعوني مثلا من 3014 4000 سنه. واخد بالك؟ الكشك والبصاره والعيش الشمسي والحاجات دي كلها اكلات مصريه صميمه، كان المفروض تتوثق. واخد بالك؟ المشكله ان ما حدش وثق. ما حدش قدر يوثق الاكلات المصريه دي كلها. اما احنا فين انا بستعجب لما تبقى المغرب رابع دوله في العالم بالنسبه للمطبخ المغربي، رابع دوله. طب احنا فين؟ واحنا الاول ولا هم؟ احنا الاول ولا هم؟ احنا. بس هم شاطرين، قدروا يوثقوا الاكل بتاعهم والمنيوهات بتاعتهم. احنا ما عرفناش. احنا بس بنتكلم كتير، ما فيش حد من المسؤولين بيفكر. بس مدام منى احمد دي بنتي. ازيك يا منوشه حبيبتي؟ ازيك عامله ايه؟ عملتي القلقاس ولا ما عملتيش القلقاس؟ عملتيه؟ سلمي لي على مارينا وعلى ليلى، وسلمي لي على ايمن رؤوف، سلمي لي على الناس اللي عندك كلهم. ماشي؟ سلمي لي على الكابتن ايمن، وسلمي لي على مارينا وعلى البنت ليلى. وكويس انك انت اشتركت النهارده، وان انا ما كلمتكيش النهارده معلش غصب عني. لما اروح بالليل اكلمك. انت سالتيني بس الدور على القلقاس يا بابا بيتعمل ازاي. خلاص؟ اوكي؟ تمام كده يا سيد فرج. كده طيب، اشكركم والى اللقاء ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله في محاضره جديده. وانتظروني ان شاء الله يوم الاحد، هنبقى بدري نقعد نعافر مع النت ومع زوم ان شاء الله عشان نبدا محاضرتنا بدري ونخلص بدري. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.